طارق محمد عبد المقصود شاب مصري قرر ان هو يطلق شبكة اجتماعية خاصة بتحمل مجموعة من المميزات مش موجودة في الفيسبوك اسمها هوم فريندز. هنعرف ازاي بتحمل مجموعة مميزات وحاجات مش موجودة في الفيسبوك. منه منورنا النهارده في عز الشباب. اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا طارق؟ اهلا وسهلا. الشبكه بتاعتك اسمها هوم فريندز صح؟ هوم فريندز. كلمني عنها شويه والفكره دي جات لك ازاي وايه اللي بتعمله فيها؟ هي الفكره ان انا بعتمد اعتماد كلي على حريه التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي ده انا من وجهه نظري ان انا شايف ان في مواقع التواصل الاجتماعي انها مقيده، ما بتتيحش للشخص المعين ان هو يقدر ان هو يتواصل اجتماعيا، مش تواصل اسري. التواصل الاجتماعي ان هو يشوف كل الافراد موجوده قدامه دون النظر للسن، دون النظر للمكان، دون النظر لاي حاجه. هو بيتيح ان هو يشوف اقرب حد بيتوافق مع تفكيره، بيتواصل معاه، فبيقدر ان هو يضيفه عنده او يقدر ان هو يكون صديق ليه، تمام؟ فيضيف عنده، فبيشوف كل اخبار الناس وهو بيحدد الشخصيه اللي متوافقه معاه. غير المواقع التواصل الاجتماعي الاخرى بتقيد الموضوع دوت. ازاي بقى؟ بمعنى صح، انت لما بتيجي تعمل يوزر جديد على اي موقع تواصل اجتماعي بيكون يوزر بتاعك فاضي، لازم بتخش تعمل سيرش على شخصيه معينه او بتعمل سيرش على حاجه معينه عشان تجيب الشخصيه دي. الشخصيه دي لما بتجيبها متهيألي دي من الخصوصيه شويه يا طارق. نعم، من الخصوصيه شويه ان هو بيسيب لك كل حاجه فاضيه ومتاحه ليك انت اللي تختارها بنفسك. مواقع التواصل بتفرض على اليوزر الخصوصيه من الاول. لا، انا عكس مواقع التواصل الاخرى، ان انا مش بفرض الخصوصيه من الاول، انا بتيح الخصوصيه في ايد اليوزر نفسه. اليوزر نفسه هو اللي يقدر ان هو يحجم نفسه، يقفل صفحته، يحجم صفحته، او ان هو يخليها مفتوحه للناس. بس فلما هي تبقى مفتوحه للناس، انت لما تيجي تخش مش هتحس ان انت داخل حاجه فاضيه، انت داخل شايف الناس كلها باخبارها كلها، بتشوف الشخصيه اللي تتوافق معاك، هل الشخصيه دي ينفع انها تكون صديق او لا. فبتشوف كل حاجه قدامك. تمام. انا يعني الفكره اللي عندي ان انا عايز اعمل تواصل اجتماعي حقيقي، مش تواصل اجتماعي كاسم فقط. يعني انت مثلا نرجع شويه لورا، فاكر انت الهاي فايف ودلوقتي الفيسبوك موجود؟ تمام. يعني الحاجات دي كلها حاسس ان هي ما فيهاش تواصل اجتماعي زي اللي عندك؟ لا، هي فيها تواصل اجتماعي بس محدود، مش تواصل اجتماعي مفتوح. انا بدور على حاجه اسمها تواصل اجتماعي مفتوح، يعني مش مقفول. طارق، يعني هي زي الفيسبوك وزي التويتر كده، بس هي مفتوحه مش مقيده. مش مقيده، مش مقفوله، هي حاجه مفتوحه، الناس كلها مع بعضها، الناس بتشوف بعضها. انا مش بجبر حد ان انا اشوف حد معين او ان انا اتكلم مع حد معين او انا بصيغه، لا، مفتوح قدام كل الناس. الناس كلها بتشوف بعضها دون النظر لمكان، دون النظر لسن، دون النظر لاي قيود. طب هايل جدا. تعال بقى نشرح الناس ممكن نعمل ايه، وكمان يبقى لنا اكونت عندك على هوم فريندز. تعال نشوف كده على الهواء خطوه خطوه. يلا بينا اشرح لنا. دلوقتي دي الشاشه الاساسيه بتاعه الهوم فريندز. تمام. بقدر ان انا اكريت اليوزر وكريت الباسورد وكريت الايميل واكتب وبعد كده ادوس على زرار التسجيل عادي. الصور اللي تحت دي صور الناس اللي هي لسه داخله حاليا الجديدة. موجوده في الموقع حاليا، فهو بيعرض اخر صور الناس اللي موجوده في الموقع. هاي. فهطلع فوق شويه، هدوس على لوج ان. احنا هي شاشه صغيره شويه، بس هيبقى باين. هدخل يوزر والباسورد بتوعي، ده دي الهوم بيج بتاعت الصفحه، الاكونت بتاعك. الاكونت. تمام. الاكونت دوت بيبقى موجود على اول حاجه، موجود على اليمين في حاجه اسمها ده شات اونلاين. شات اونلاين ده لليوزر بتاعت الموقع كله انا اتكلم مع كل الناس. كل الناس ممكن تخش تكلم بعضها. مش ده بقى تقيل شويه على الموقع؟ يعني يبقى الموضوع مش سهل ان انت ممكن تعمل شاتنج عليه؟ لا، ما هو انا في شاتنج معينه، انا يعني في الشاتنج دي ليها سكيورتي معينه وليها اوبشن معين متظبط في كل حاجه. ان هو الليميت بتاعه بيبقى 10 بس، 10 يوزر، وبعد كده يمسح. ده حاجه. الحاجه الثانيه في الشات تحت. الميزه عن مواقع التواصل الاخرى ان الشات ده اقدر ابعت بيه اي فايلات اونلاين. يعني عشان انا ابعت فايل وورد او بفايل اكسل او واير ام بي 3 او اي حاجه عشان ابعتها اونلاين لاي حد، لازم اضغطها اول حاجه، يا اما ابعتها عن طريق ماسنجر يا اما ابعتها عن طريق ميل. لا، هنا اقدر ابعتها عادي. تاني حاجه ان هو لما اجي ببعت اي فايل، الفايل اللي انا ببعته بيتسجل في السيرفر. ممكن الشخص التاني يكون النت عنده فصل، النت عنده اوف لاين، الفايل مبعوث، انا اقدر ان انا افتح الفايل على طول. طب افرض في وقت من الاوقات زاد عندك اليوزرز بتوع الموقع بتاعك بقوا مثلا رقم كبير جدا، برضو هلاقيهم عندي كلهم عارفيني وانا عارفاهم وكده وشايت معاهم؟ ما انا بقول لحضرتك حاجه، حضرتك انت ممكن تعملي
تقفلي السكيورتي بتاعتك، مش لازم تكون مفتوحه. ممكن اقفلها. ممكن تقفليها، ما هي الحريه تبقى معاك، الحريه تبقى معاك انك تقفلي اليوزر، تخلي ناس معينه تشوف، ناس معينه ما تشوفش. دي حريه خاصه ليك، الحريه في ايديك، مش في ايدين الموقع. تمام. بس طب تصميم الموقع بدات ازاي بقى، نفذته ازاي؟ المحتوى الفني انت اللي عملته ولا حد متخصص عمله لك؟ لا، انا اللي بدات في الموقع، عملته بلغه PHP. تمام. صممت الموقع ان انا اشوف عايز اعمل حاجه بنكهه مصريه، ان انا ممكن اوصل لحاجه كبيره زي مواقع تانية، المواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، ان انا انافس بيهم وتبقى حاجه مصريه. تمام. انا يعني حلو قوي الكلام اللي انت قلته، وانا متقبله جدا، لكن الكلام ده كله شبيه وعندي الاصل بتاعه، عندي الفيسبوك الاصلي. فانا شايف يعني عايز اعرف انت مختلف في ايه برضو، ما وصلتليش انت مختلف في ايه. طيب دلوقتي انت في ناس مثلا، اول حاجه قلت لك اختلفت عنها هي الشات رقم واحد. تاني حاجه بالنسبه للاغاني، تقدر تعمل البومات MP3 خاصه بيك انت بتحب تسمعها. ممكن تروح في اي مكان تفتح الهوم بيج بتاعتك، هتلاقي الاغاني بتاعتك موجوده. تمام. تالت حاجه انك تقدر انك لو دخلت على صفحتك الشخصيه تعرف مين دخل شاف صفحتك كمان. تقدر تعرف مين شاف صفحتك. في الفيسبوك بتاعي بينفع برضه. ما اعتقد في اوبشن مش موجود في الفيس، موجود في مثلا اوبشن زياده بيتحط عن طريق جوجل كروم او فايرفوكس او اي متصفح اخر. بيتحط. في حاجه تانية ممكن برضو موجوده، في ان انا في صفحتي اعرف مين شاف صفحتي من اول ما انا عملت الاكونت بتاعي. من اول ما انا عملت الاكونت اعرف كام واحد شاف صفحتي. من الاكونت بتاعي اعرف انا عملت كام كومنت، اعرف ان انا عملت كام بيتش، كام اعرف كل مشاركاتي اللي انا عملتها من اول الفيس. تمام. في كل جروب وكل بيتش بيبقى فيها شات اونلاين خاص بيها غير الشات الاونلاين بتاع الموقع نفسه. بس لحد دلوقتي هي دي اهم المميزات اللي انا لقيتها دايما مش موجوده، يعني مش موجوده في الفيسبوك، يعني تقريبا مش موجوده في مواقع التواصل الاخرى. تمام. ودي كانت الناس بتدور عليها، انا كنت واحد منهم، كنت بدور على حاجه مميزه. بس طب هل الموقع كده دلوقتي خلاص بقى مكتمل كله، ما فيهوش مش هتطور فيه، مش هتضيف له حاجه، هو كده خلاص؟ مفيش حاجه بتكتمل من اول يوم. في تطوير يعني ليه، في تطوير ليه وفي تطورات فيه بظبطها وبعدها. انت بدات بقالك قد ايه كده؟ انا بادئ فيه من يوم 27/5. 27/5. والموضوع حاسس ان نسبه المشاركه عندك من الناس عامله ازاي؟ هي نسبة المشاركة في الأول كان عدد يوزر في اليوم الواحد كان من 10 ل 15 يوزر. دلوقتي يعني وصلنا يعني قربنا نوصل ل 1000 يوزر. هايل. حلو. مش وحش. حد من الشباب اللي هم شافوا الموقع بتاعك، حد يعني التعليقات اللي جات لك ايه؟ التعليقات اللي هي جت التواصل المفتوح عجب الناس كتير جدا. سند الفايل عن طريق الشات اونلاين عجب الناس. ان انا اعرف مين دخل صفحتي عجب ناس كتير برضو. تمام. ده اللي كان في دماغك؟ ده اللي كان في دماغي، ده اللي انا كنت بدور عليه في مواقع التواصل، ما كانش موجود، او كان ممكن ان انا اضيف اوبشن، لكن فهو موجود في الموقع نفسه ما كانش موجود. انت خليني اتكلم معاك كده، انت خلاص انت نفذت الموضوع وخلاص نزل على ارض الواقع. شايف ايه اللي ممكن يتطور في الفتره المقبله؟ شايف انت ايه اللي ناقص عندك هتزوده؟ شايف ناقص عندي ازوده؟ انا شايف ان انا لسه ما عملتش حاجه، كل دوت انا لسه يعني في بدايه تيست. دي يعني هوم فريندز دي حاجه لسه بدايه ليا. طموحاتي ان انا اوصل لحاجه اعلى منها، اعمل حاجه تليق فعلا بمصر وتبقى فيها نكهه مصريه، وده فعلا انا بعده دلوقتي. ده انفراد ليكم انتوا قناه روتانا مصريه عايز الشباب. ده شرف لينا. شرف ليكم باذن الله. وفي ايام جميل. الايام القليله القادمه ان شاء الله باذن الله، اول ما انتهي من اعداده انتوا ان شاء الله هتبقوا اول ناس تعرفوه باذن الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. طارق، طبعا انت بتقدم فكره للشباب بتنافس بيها واحد من اذكى واغنى الشباب في العالم، مخترع الفيسبوك. ده كان مشروع تخرجه الفيسبوك، ودلوقتي بيحقق مليارات ان شاء الله. بنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله تكون من الناس اللي نفتخر بيهم في مصر. وان شاء الله بنتمنى ان موقعك يشوف النور. نشكرك على وجودك معانا في عز الشباب. بس قبل نهايه الفقره مش عايز انكر فضل شخصين في حياتي بعد ربنا سبحانه وتعالى. والدي محمد عبد المقصود واخويا انور محمد مقصود، كان هم اليوم الدافع الكبير في حياتي ان انا ابدا في المشروع ده وان انا اطوره واوصل بيه.
لغايه الوقت الحالي. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله طارق، بإذن واكيد الله. طبعا اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اي حد. ربنا إن شاء يكرمك الله وتبقى بإذن في ايام زي ما قلنا من شويه الفيسبوك موقع عالمي، تبقى انت برضو صاحب موقع عالمي، تبقى من اغنى اغنياء العالم في سنك ده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا طارق، نورتنا. الله يخليك. مشروع الرواد ودعم المشروعات الصغيره والمتوسطه في الفقره الجايه هنشوفه مع عادل وفاروق، استنونا.